السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال وراحة بال يا رب. عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهاردة بقى معانا ايه؟ المخلل المتين بقى اللي كلنا بنحبه وبنعشقه وما بنستغناش عنه طول الشتاء. المخلل اللفت نعمله مع بعض بطريقة حلوة وبطريقة سهلة، مفيش اسهل من كده يعني. يا رب يعجبكم وينول رضاكم. وطبعا انتوا هتشوفوه قبل وبعد، يعني هتشوفوه لما وانا بخلله هتشوفوه هو متخلل. انتوا عارفين بقى هند ايه؟ لازم تستنى ايه المخلل يتخلل عشان توريهولكوا، عشان تبقوا عارفين وشايفين شكله بعد ما استوى، ان هو لا اسود ولا جير ولا جراله اي حاجة. عشان في ناس بتشتكي من المخلل بيسود معاهم. اقول لكم انا من الناس دي، اقسم بالله. زمان انا كنت بخلل اللفت وكان دايما بيبوظ مني، مع ان امي كانت بتعمله كتير الله يرحمها، وكان بيطلع منها زي الفل فله كده، كانش بيبقى فيه اي حاجة. ونحب نروح عندها كده ونقعد ناكل كده في اللفت. كنت اعمله واحطه في جردل واجيب كمية بقى، اقول بقى هعمل والشملل بقى. الشملل بقى واقول ايه ده، انا هعمل بقى شوية لفت رخيص بقى ايه، واجيب واعمل واجيبه واعمل ايه، اروح حطاه بعد ما اغسله واظبطه، اروح حطاه في مصفى واروح حاطه عليه ملح ومقلباه واسيبه بقى زي ما امي بتعمل. واقول اسيبه ايه لتاني يوم، او اسيبه كام ساعة كده وارجع ايه اعمله، ابص الاقي يا اختي ايه، البتاع اسود وشكله بقى وحش. طب في ايه يا بت؟ لا، واروح رامياه والله العظيم، شكله ما يعجبنيش خالص، بلاقيه غمق كده خالص مني وما. طب هعمل بيه اكله ازاي؟ اكله ازاي ده؟ ولا اقدمه لجوزي والعيال ازاي؟ يقولوا عليا ايه؟ لغاية بقى ما جيت عرفت السر الجديد دوت، ان انا ولا احطه في ملح ولا احطه في حاجة، اخلله على طول كده وبيطلع كده، عارفين شهد كده، شهد شمعة منورة كده. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. هنا مسكته بقى الاول، غسلته، وانا الاول برضو ما كنتش بغسله، كنت بقطعه الاول وبعدين اغسله. بقيت برضو بغسله الاول وبعدين اقطعه. كل واحد كل ما بتقعدي كل ما بتتعلمي حاجات. يعني احنا مش مولودين كده، بيقولك اللي يعيش يا ما يتعلم، لغاية ما نموت كده واحنا بنتعلم. هنا جبته بقى وقطعته. اقولك بقى تختاري المخلل اللفت ازاي، يعني تختاري اللفتاية ازاي اللي هي تبقى حلوة معاكي وما تبص منك وايه، ويطلع طعمها حلو وما تكونش شيخ. تعرفي اللهم صل على النبي، تعرفي اللفتاية من ايه؟ اللفتاية التقيلة. يعني لما تيجي تجيبي لفت تنقي اللفتاية التقيلة، ما تقوليش دي تقيلة لا مش حلوة، لا، الخفيفة ديت بتبقى شايخة من جوه، عاملة زي السفنج كده. دي برضو حاجات ما كنتش اعرفها، بس برضو عشت واتعلمت ان انت تعرفي الحاجة ازاي. انت تمسكي اللفتاية تلاقي اللفتاية تقيلة مش خفيفة، لو خفيفة دي بتبقى شايخة من جوه، اذا كان كبير بقى ولا صغير. واقولك برضو على معلومة تانية، ان انت ما تجيبيش اللفت وتركنيه كبيرك يوم. يعني لو جبتيه وما قدرتيش تعمليه، اعمليه تاني يوم، لانه كل ما بيقعد كل ما برضو بيشيخ معاكي. هتبص تلاقيه من جوه بقى عامل زي السفنج، كل ما بيقعد كل ما بيشيخ معاكي، هتبص تلاقيه زرع كده، وطالما زرع يبقى شاخ من جوه. هنا بقى قطعنا الكمية كلها. طبعا انا بمسكه ايه، بمسك اللي هو العنقود بتاعه دوت كده، او العروق بتاعته دي بقطعها، وبحب افتحها من جوه كده، افرطها كده واحدة واحدة، عشان خاطر ايه، بيبقى التراب جواها ما تعرفيش تطلعيه. بس بنتي بقى قالت لي سيبي لي كام واحدة كده
عشان انا بحبه كده. يا بنتي ما بيبقاش نضيف، قالت لي لا سيبهولي كده، انا بحب امسك الواحده كده واكلها كده. قلت لها خلاص، فسبت كام واحده والباقي فردته وغسلته زي الفل. نجيبي البرطمان بقى وتحط فيه، بصي ولا نقعنا ولا عملنا، وهتشوفي النتيجه في الاخر. نحطه كله كده، وطريقه تخليله بسيطه جدا جدا والله العظيم. انا اختي برضو لسه عاملاه، وبرضو قالت لي باظ مني، فقالت لزميلتها في الشغل، قالت لها انا عايزاكي تعملي لي حبه وتجيبهم لي، عشان برضو ما ظبطش معاها. هنا جبنا الميه. بصوا ده كيس ملح اللي هو ب2 جنيه ده. بصوا مش هنحطه كله، بصوا يعني كيس الا ربع كده، مش نص كيس، كيس الا ربع. على دول قد ايه؟ دول 3 كيلو 4 كيلو لفت. نحط عليهم كوباية خل. انا جايبة خل يا جماعة سايب، وحطاه في الازازة كده، بس كاتبة عليها خل، عشان مرة جبت ازازة ومعرفش مين اللي خدها حطها في التلاجة، وبنتي جت تشربها راحت قالت لي ايه ده خل، قلت لها مين اللي حطها في التلاجة؟ فبقت كاتبة كده وحطها في المطبخ من فوق. هنا بقى حطينا الملح وحطينا معلقة هريسة. لو مش عايزاها، لو ما عندكيش مثلا عايزة تحطي شطة حطي معلقة شطة، مش عايزة تخللي معاه، اللهم صل على النبي، عايزة تخللي معاه فلفل حطيه معاه برضو هيبقى جميل وطعمه حلو. بس انا طبعا انتوا عارفين ومتابعيني وفاهمين ان الحاج صاحب البيت ما بيحبش الحاجة الحراقة، فبضطر ان انا اعمل الحاجة من غير من غير فلفل او من غير شطة. يعني لما باجي اعمل المحشي ساعات كده اقول نفسي اكل المحشي حراق، اروح حاطه لنفسي اعمل لنفسي حله، انا مثلا وعيالي اللي بياكلوا اعمل له هو مثلا حله من غير شطه. بس هنا بقى حطينا البتاع، وبرضه هعمله مره معاكم بالجزر، كنت عاملاه السنه اللي فاتت، بس طبعا ما وكنت مصوراه والله، وطلع تحفه 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 والله العظيم، بس معرفتش انزله فروحت مسحاه. بس ابقى اخلله معاكم بالجزر بيبقى جميل جميل وهم والله العظيم. بس المرة دي ما كانش عندي جزر، فعشان كده رحت مخللاه كده على طول، قلت عشان ما يبص لسه هستنى لما اجيب الجزر، لا خلصي يا بنت حالك كده واعمليه. انا بقى بص حطيته كله. هو اقول لكم بقى عيب اللي هو اللي انت ما بتحطيوش في ملح في مصفى ده، عيبه ان هو بياخد مكان في البرطمان، يعني بعد يومين كده هتبص تلاقيه خس وربع البرطمان من تحت فضي، فاهمين انتوا؟ فمش مشكلة، اهم حاجة نعمل الحاجة الحلوة واللي تطلع مظبوطة وما تبص بعد كده ونرميها. انا بقى كملت بقية المية. انا طبعا ما بحطلوش بنجر، دي بقى حاجة ترجع لك انتي. في ناس بتحبه غامق، بيبقى لونه بينك غامق كده، لا انا بحبه كده طول ما مدام البنجر اللهم صل على النبي، مادام اللفتاية موف كده من بره، اعرفي ان البتاع هيطلع احمر وهيبقى يطلع زي الفل، هيطلع بينك كده المخلل. هنا بقى حطيت شوية عشان شوية المية اللي كانوا فوق دول، وهنقلبه ما تخافوش يعني، وما طلعش حراق ولا حاجة والله. بس الحبة الصغننين اللي انا هعملهم في البرطمان معاكم الصغنن دول، حطيت معاهم شطة مش هريسة، وطلعوا حراقين. بص ادينا قلبناه عشان الحبة اللي على الوش دول. بصوا بقى، شوفوه بقى بعد ما استوى هتدعولي.
تنسوش بقى، انا ما قلتلكوش اللايك، شفت في اول الفيديو ما قلتوش اللايك، تنسوش بقى اللايك عشان هو اللي بيرفع الفيديو. بصوا بقى الحبة اللي فضلوا عملتهم في البرطمان الصغنن ده، بس للأمانة اللي في البرطمان الصغنن دول طلع الملح فيهم زيادة شوية. بصوا بقى، ايه رأيكم في الجمدان ده يا جماعة؟ عظمة، والعظمة لله وحده يعني. بصوا بقى الجمال، وبصوا اللون. رأيكم في لونه؟ والله دي الكاميرا ظلمه كمان، لونه على الطبيعة أحلى من كده. بص أحسن من اللي انت تحطي له بنجر ويبقى لونه غامق كده وموف. لا ما بحبش اللون ده خالص. لو انت بتحبيه مفيش مشكلة، كل واحد بقى على حسب ايه اللي بيحبه. بصوا المية بتاعته بقى، بصوا فضي من تحت ازاي، زي ما قلت لكم. بصوا المية، انا من عشاق المية دي، بس طبعا ما بشربهاش الا هو ده كده، حطيته وشربت حبة. بصوا ميته، بصوا لونه، والله الكاميرا ظلماه، لونه بينكي وجميل. متنسوش لو وصلتوا لغاية هنا تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد بنزله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.